انت تعرف ان الماتش ده من اسباب ان منتخبنا قدم عظمة وقدر ياخد 3 بطولات افريقية ورا بعض، وتعرفنا في الوقت ده بالجيل الذهبي؟ اكيد دلوقتي هتقول لي طب ايه علاقة الاهلي والمقاولين في 2004 بمنتخب مصر والجيل الذهبي؟ انا هقولك. في دوري 2003 المقاولون العرب بيهبطوا للدرجة التانية، والفريق بيرضى بالامر الواقع، ولكن بياخد قرار التغيير الفني متأخر شوية. وفي اول السنة الجديدة اللي هي سنة 2004 بيتم تعيين حسن شحاتة مدربا للفريق. والراجل كان جاي من تدريب منتخب الشباب، يعني فكرة انه يتولى مسؤولية نادي في الدرجة التانية دي مش من مقامه، ودلوقتي عايزينه يصعد بيكو دوري ممتاز. ورغم كده هو ما قدرش يصعد للدوري الممتاز، بس عمل انجاز اصعب من كده واصعب من انجازه مع منتخب الشباب كمان. الحكاية كلها كانت في كاس مصر 2004. المقاولون بقيادة حسن شحاتة بقى ماشي ويكسب اي فريق يقابله في الكاس، وفضل يتسحب كده لحد ما وصل نص النهائي قدام الاسماعيلي. قلنا كده كفايه بقى، لكن لا، لسه بيكسب الاسماعيلي برضه ويوصل للنهائي قدام الاهلي. انت متخيل فرقه من الدرجه التانية توصل لنهائي كاس مصر؟ والاهلي كان محتاج يكسب الكاس عشان يصالح جماهيره بعد خسارته للدوري. وهنا بدأت المباراة بين الاهلي والمقاولون العرب في نهائي كاس مصر 2004. انا للاسف ما لقيتش الماتش ده بكواليتي كويس، غير بس اهم اللقطات، الاهداف والحاجات دي. فانا بشكر الناس دي اللي وثقت الحدث، وهم اللي قدرت اخد منهم لقطات الماتش. نروح للماتش بقى، وهنا حسن شحاتة قصاد مانويل جوزيه. بدأت المباراة ونظبط ساعتنا أعزائي المشاهدين، وقصيرة جدا وخطر جدا. يا ولد يا ولد يا أمير، هيلعب بالعرض، هيلعب بالعرض، ومرة تانية طلعوا له السكة كأنهم بيقولوا له اتفضل يا كروي وأمير عبد الحميد. الاثنين لاعبي الوسط هنا وهنا، وتسديدة لا 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 لا، مش معقول يا جماعة، مش معقول. وكأن مهاجمي هو أيمن زين، وعرضية وعلى البعيد وكروي، وتألق المرة دي لأحمد رضوان. لا مش معقول الحقيقة. تاني عرضية تاني وتخبط وتبقى ركنية لصالح المقاولون العرب. لا يستحقوا التحية، مش ممكن اتعملت عرضية ده احمد حسام والراجل طلع من أعلى نقطة. اغلب المباراة كان المقاولون اخطر، لا اخطر بجد. محاولات كتير وفرص كتير، وكمان فرص محققة، وممكن يسجل في مرمى الاهلي في اي وقت. لا كده فعلا شكل المباراة صعب قوي على الاهلي وعلى جماهيره. بس برضو ارجع واقول لك شخصية البطل هي اللي هتحكم. وفعلا في الدقيقة 35 الهدف الاول للنادي الاهلي. كده الامور تمشي بشكل طبيعي. الاهلي اقوى ومش هيسمح لفريق درجة تانية ياخد البطولة منه كده. هو الاهلي زي الفرق التانية ولا ايه؟ ده مش بعيد كمان الماتش ده يخلص سكور. خلاص كده خلصت، دي نهاية المقاولون العرب. A few moments later. 4 دقايق بالظبط وهدف التعادل للمقاولين. بص انسى كل الكلام اللي قلته ده، عشان شكل الاهلي هيتغفل زيه زي كل الفرق اللي قبله. الشوط الاول بيخلص وكل الاهلاويه قلقانين. ما تعرفش بقى في اوضه اللبس جوزيه قال لهم ايه. فنزلوا الشوط التاني وكانوا بيحاولوا اكتر شويه عشان يكسبوا ويخلصوا من البطوله دي باي شكل. ولكن الاهلي كان قصاد فريق عنيد بيلعب بتكتيك وحماس وعنده حلم لازم يحققه. ومع الوقت اللي بيجري ده المقاولين بيهدد الاهلي بكوره المفروض هزت الشباك، بس كان هدف ملغي بسبب لمسة يد. بس كل ده مش موضوعنا. في اللقطة دي أمير عبد الحميد حارس الأهلي اتصاب ومش هيقدر يكمل الماتش. وللأسف الأهلي كان خلص كل تغييراته ولسه فاضل ربع ساعة على النهاية. طب يعملوا إيه؟ بيضطروا يكملوا اللي باقي من الماتش وهم ناقصين، واللي هيقف جون واحد من اللعيبة، واللي تطوع بده هو شادي محمد. أزمة بقول لكم للنادي الأهلي أهو. شادي أهو، شادي هيلبس فانلة حارس مرمى. هي أزمة فعلا وربنا يستر. ودلوقتي بقى مهمة لعيبة الأهلي إنهم يحافظوا وما يخلوش الكرة تيجي على شادي محمد. وده خلى المقاولين ياخدوا ثقة وينتشروا في الملعب براحتهم ويدوروا على فرصة عشان يخطفوا البطولة.
ولكن المفاجأة تحصل، الاهلي ياخد ضربة جزاء في اخر 5 دقايق. بس كده الكرة هتنصف الكبير، هتنصف التاريخ، هتقف جنب البطل الحقيقي. قلتلكوا شخصية البطل بتحكم حتى لو بيلعبوا ب10 لعيبة ومن غير حارس كمان. انه الاهلي يا سادة. ضربة الجزاء بتضيع، انا مش عارف هو في ايه. طب مثلا جايز يبقى في وقت للتعويض، ولكن الصنايعية عملوها وغفلوا الاهلي في الدقيقة الاخيرة، وكل ده في 4 دقايق بس. ولسه فيها شكل الخطورة، ومحمد علي، والهدف الثاني للمقاولين العرب. الهدف الثاني للمقاولين العرب. محمد فهيم. يا على كرة القدم يا جماعة، يا على كرة القدم يا جماعة. مش ممكن محمد فهيم يسجل الهدف الثاني للمقاولين. اهي ادي العرضية وادي محمد فهيم. طبعا مش هقدر الوم شادي محمد على التصرف ده، بس مفيش اي تفسير للجارية بتاعته دي غير انه كان فاكر نفسه لسه ليبرو في الملعب وبيقدم مهامه الدفاعية وراح يمسك المهاجم، وطبعا طلع بالشكل ده، ولا منه مسك المهاجم ولا مسك الكورة ولا مسك نفسه في اول هجمة تيجي عليه. انا وشادي غنينا سوا. وبسبب الهدف ده اتحولت المباراة لذكرى كوميدية، واتشهر بالماتش اللي وقف فيه شادي محمد جون والاهلي خسر بسببه. ما هو الماتش خلص على كده فعلا، واتحققت المعجزة الأكبر في تاريخ الكرة المصرية، ويحقق فريق المقاولين كاس مصر وهو درجة تانية أساسا. ولحد النهاردة أنا مش مقتنع بالمعجزة دي، حتى في اللعب والتنظيم والتكتيك ده مش منظر فريق درجة تانية أبدا، وكل ده طبعا شغل المعلم. والحقيقة برضو اللعيبة تستاهل، يعني كانوا فعلا رجالة ويستحقوا يكونوا أبطال كاس مصر 2004، وبعدها كملوا الإنجاز وخدوا السوبر من الزمالك بطل الدوري. ويبقى كده حسن شحاتة بيعلم على الأهلي وعلى الزمالك بالنتائج وبالبطولات كمان، والإنجازات دي اللي خلت اتحاد الكورة يدي الثقة للمعلم حسن شحاتة عشان يمسك المنتخب، وخد فرصته وأثبت إن نجاحه في كل مكان راحه ما كانش صدفة. شفت بقى إن الماتش ده كان وش السعد على الراجل، وكان سبب إن منتخبنا يحقق الإنجازات دي كلها. يبقى اسمع كلامي بقى على طول لما أقولك على أي حاجة. يا رب يكون التلخيص ده عجبك، وهستنى رأيكم في الكومنتات، وما تنساش بقى اللايك والسبسكرايب عشان يجيلك كل جديد. يلا سلام.